من حوالي سنتين كنت في مؤتمر ليه علاقة بطب الأسنان، وفي نقاش كده مع زمايلنا دكاترة الأسنان كانت أول حاجة أو أكتر حاجة بدأت أسمعها من الكلمات المتداولة اللي بيقولوها المرضى لما بيجولنا عيادات الأسنان هي قد إيه هما بيخافوا من دكاترة الأسنان، قد إيه كل ما واحد يدخل يقولك أنا ما بحبش دكاترة الأسنان. هما مش بيخافوا مننا احنا شخصيا، يمكن الخوف الاكتر بيبقى من كمية الاجراءات او عدم معرفتهم باللي هيحصل جوه عيادة الاسنان. فبلاقي الطفل اللي بيعيط من على باب العيادة ومش عايز يدخل اصلا علشان اكشف عليه، بلاقي البنت اللي مش عايزة مامتها تقول لها ادخلي معايا خلي الدكتور يبص على اسنانك، مرورا بقى بالناس اللي جاية وخايفة ان هي تتوجع من اي اجراء، اللي خايف من ابرة البنج والابرة عامله له موال كبير جدا في دماغه وفاكر ان الموضوع حاجة مؤلمة بشكل بشع. بنقابل كمان الناس اللي كانت بتتوجع طول الليل من وجع سنانها ومش قادره تنام والوجع عمال بيضرب في نافوخها، ولمجرد ان هي جت عند دكتور السنان عايزه تتخلص من الوجع ده نهائي، فبيصب ده في ان هم خايفين من دكتور السنان او مش بيحبوا دكتور السنان. مش كده وبس، ده في ناس كمان بيبقى عندها استعداد ان هي تخلع سنانها بشكل تام او تخلع الضرس اللي عمل لها المشكله لمجرد ان هي ما عرفتش تنام منه بالليل، فخايفه او خايف ان الوجع ده يتكرر بشكل تاني اليوم اللي بعده، فعنده استعداد ان الدكتور يخلع له ضرسه مش حتى يعالجه له. بنشوف كمان اللي خايف يزرع لحسن الزرعه تفشل، بنشوف اللي خايف ان النتيجه النهائيه في التركيبات مثلا ما تعجبهوش، ان هو عايز يعمل ابتسامة هوليوود وممكن النتيجة ما تطلعش زي ما هو متخيل. ومن هنا بدأنا نكتشف ان الخوف مش بينحصر بس في ان انا خايف اتوجع عند دكتور السنان، لا ده انا خايف من سلسلة حاجات طويلة جدا ممكن ما يبقاش ليها علاقة اصلا بدكتور السنان. فبدأت شوية اشتغل على موضوع الخوف ده، ازاي المريض اللي يبقى موجود عندي هو مرتاح نوعا ما او على الاقل مش قلقان، بيدخل يتكلم بأريحية، بيدخل يقدر يعبر عن نفسه بالشكل الكافي ويعرض مشاكله اللي هو عايز يقولها، وبعدين يبدأ يتناقش مع الدكتور في إمكانية حلها أو لأ.